عزيزي الاهلاوي ازيك؟ ماتش المحله دايما بيبقى من ارخم الماتشات اللي الاهلي بيقابلها ده على مدار الزمن، والواحد بيشوف الاربع مداخن دول اللي موجودين في الملعب بيكتئب. بس الحقيقه الماتش بتاع الاهلي والمحله المره دي كان مختلف تماما. في كلام كتير ممكن نتكلم فيه في الماتش، وعشان ما نطولش الدنيا والوقت، لو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زرار التنبيهات عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا ندخل في الحلقه. قبل ما نتكلم على الماتش لازم نتكلم على الظروف المحيطه بالماتش. نادي المحله الموسم ده عامل اداء ولا اروع، لعب 4 ماتشات واخد منهم 10 نقط وغالب الاتحاد في الاتحاد، ويعني فريق كده الحصان الاسود بتاع الدوري السنه دي. ومن كتر المفاجآت في الاداء والنتائج اللي عاملها نادي المحله السنه دي، نادي المصري حاول ياخد بابا فاسيليو مدرب المحله قبل ماتش الاهلي بكام يوم، ولظروف مش مجال نتكلم عنها دلوقتي الموضوع ما مشيش. وطبعا ده كان من حسن حظ النادي الاهلي ان الظروف دي تيجي قبل الماتش. المهم ان الراجل ده الغرور خده وقرر ان هو يلاعب النادي الاهلي زي ما لاعب اي فريق قبل كده. بقول لك الراجل كسب الاتحاد في الاتحاد، فلعب 4-3-3 ونازل بادئ ضغط على النادي الاهلي من قدامه وفاتح الملعب تماما. اتكلمت في اول الحلقه ان الماتشات بتاعت الاهلي والمحله ماتشات رخمه، والرخامه بتاعتها ليها كذا سبب. اول سبب طبعا ان ملعب المحله ارضيته مش احسن حاجه، فبالبلدي كده لعيبه الكوره مش هتستمتع عليه. النقطه الثانيه ان كل مره كنا نقابل فريق المحله كنت بتلاقي روح وعزيمه ان هم ما يدخلش فيهم هدف طول الماتش، والفريق كله بيترص في نص ملعبهم وممكن يخطفوا لهم جون كده في الزحمه. فبالتالي الماتشات دي دايما كنا نطلع يا اما نكسب بطلوع الروح او نتعادل واحيانا كمان نخسر. انما ان انت تلعب النادي الاهلي بنفس الاسلوب اللي لعبت بيه الفرق الثانيه ونازل عايز تكسبه وتاخد منه الصداره، فده طبعا ضرب من الخيال. بابا فاسيليو النهارده عمل نفس اللي عملته السنغال قصاد انجلترا في كاس العالم، افتكرت ان هي هتلعب قدام انجلترا ند لند وطبعا شالت 3. طبعا طريقه فريق المحله دي والضغط من قدامه انه فاتح الملعب وبيضغط بطول الملعب كله خلت فيه مساحات ورا في دفاعات فريق المحله، ومساحات قصاد سرعات عند النادي الاهلي وكواليتي اعلى اكيد، فبالتالي كان في فرص كتير جدا للنادي الاهلي. الاهلي لعب 4-2-3-1 مع عوده عبد المنعم اللي غايب بقاله فتره جنب ياسر ابراهيم، وجود بيرسي تاو كراس حربه، ودي اول مره مستر كولر يبدا بيه كراس حربه او يبدا بيه اصلا. ناس كتير كانت بتقول ان النادي الاهلي في الشوط الاول كان احسن حاجه، وان طبعا الاداء في الشوط الاول احسن من الشوط الثاني بكتير، ولكن انا ليا راي مخالف. طبعا الاهلي لعب الشوط الاول احسن من الشوط الثاني، ولكن لو نفتكر الحلقات اللي فاتت مستر كولر كان بيطبق منظومه ضغط ممتازه، وبعد ما بياخد الكوره بيباصي ويوصل للجون في اسرع وقت ممكن عشان يسجل اهداف. الشوط الاول تحديدا النهارده منظومه الضغط عند النادي الاهلي كانت مترهله، يعني ممكن تلاقي الجزء الامامي كله بيضغط، ولازم اللعيبه اللي في خط النص وفي خط الظهر تقدم من قدام عشان تقفل الملعب وتضيقه، وبالتالي اي كره هتطلع من خط الظهر لخط نص المحله لازم تلاقي لعيبه الاهلي بتقطع الكره قبل ما توصل للعيب اصلا. والحقيقه ده ما كانش بيحصل. كنا بنقطع الكره في احيان كتيره، بس برضو في كور كتير جدا المحله قدر يطلع بيها من الضغط بتاع النادي الاهلي، لان خطوط النادي الاهلي ورا مرحله ومش بتساعد الخط الامامي في الضغط. النقطه الثانيه اللي كانت بتعيب النادي الاهلي ان حتى لما بنطبق المنظومه وبنقطع الكوره ما كناش بنحاول نوصل للجون باسرع الطرق، لا اللعيبه كانت بتتاخر والقرارات كانت بطيئه جدا، بالذات من احمد عبد القادر وبرونو سافيو، وده ضيع علينا فرص ان انت تخلق فرص اكتر بكتير. المهم ان برغم ده كمان النادي الاهلي عمل فرص كتير. من بدايه اللقاء فرصه بيرسي تاو اللي كانت انفراد وشاطها في السماء، وبعديها قطعه حلوه من عمرو السوليه اللي لعب الكوره بس مره واحده لبيرسي تاو، وده اللي كنت بقول عليه ان مستر كولر بيحب اما يقطع الكوره وصل للجون على طول، فعمرو السوليه عملها بطريقه ممتازه الحقيقه، ولكن بيرسي تاو يتاخر فيها كده وما ياخدش احسن قرار. اللي بياكد كلامي ده ان في كوره كانت اتحسبت اوفسايد على احمد عبد القادر، اتلعبت له كده وهو متطرف، وبقى هو والجون على الخط بدل ما يعرض لبيرسي تاو الفاضي خالص شاطها في صدر الجون. صحيح الكرة اوفسايد كده بس ده يبين لك ان القرار كان بطيء ودايما غلط. وطبعا بعد كام فرصه يجي مستر اسيست، واحد من احسن المحترفين للنادي الاهلي في الالفيه الجديده، علي معلول يرفع كرة سم لبيرسي تاو الفاضي. طبعا دفاعات المحله في الطراوه لان هي فاتحه الخطوط، يحط من لمسه واحده بشماله عشان يتقدم النادي الاهلي 1-0. وفي الدقيقه 22 تيجي اخطر كوره لفريق المحله لما اللعيب بتاعهم المحترف يعدي من 1 و2 في نص الملعب وعلى حدود ال 18 ويرقص الكل كده بسذاجه شديده جدا من دفاع النادي الاهلي ويشوطها بشماله ضعيفه قوي في ايد الشناوي. ما تفهمش الشناوي ساعتها كان بيفكر في ايه، تقع من ايده وتروح لباول مفوافي اللي سهل جدا يحط الجون فاضي ولكن يحطها فوق العارضه. خطأ كبير جدا من الشناوي وربنا ستر معاه. طبعا فوافي مفتاح لعب مهم جدا، ولكن حظه انه كان بادئ مرمي على اكرم توفيق، فقرر بابا فاسيليو يوديه الناحيه اليمين على علي معلول، ولكن برضه ما انتجش حاجه.
حاجه، لدرجه ان الراجل راح مطلعه اول ما الشوط الثاني بدا. وفي الدقيقه 29 برده تروح كوره لاحمد عبد القادر اللي كان مصدر خطوره عن كريم فؤاد الماتش ده، اللي كان بيلعب وينج الناحيه الثانيه، يرقص كده ويلعب كوره عرضيه حلوه تعدي من كريم فؤاد وتروح لبرونو سافيو عشان يحط الهدف الثاني ويخلص الشوط الاول 2-0. والحقيقه ان فريق المحله سهل الماتش كتير على النادي الاهلي، فكرني كده بايام تكيس جونياس لما كان بيلعب مع وادي دجله ومفكر نفسه هينزل يكسب اي حد. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. الحقيقه مع بدايه الشوط الثاني بان جدا ان مستر كولر اكد على منظومه الضغط اللي اتكلمت عليها الشوط الاول. النادي الاهلي بادئ الشوط الثاني لا، منظومه الضغط اتحسنت كتير جدا وما بقاش في ترهل بين الخطوط بتاعه النادي الاهلي، وفعلا اول كام دقيقه يجيب جون برونو سافيو بعد قطعه من عمرو السوليه اللي ضاغط حلو جدا، ولكن طبعا الكره تتحسب اوفسايد. وبعد ما يعدي نص الشوط الثاني كده يبدا مستر كولر يطمن للنتيجه وان هو خد ال3 نقط خلاص، وكمان فريق المحله مش مشكل عليه خطوره، فيبدا يلعب لعب استهلاكي ويعمل تغييراته بقى اللي هدفها ان هو يغير اللعيبه عشان يريحها، فيطلع برونو سافيو وينزل مجدي قفشه ويطلع كريم فؤاد وينزل حسين الشحات ويطلع احمد عبد القادر وينزل شادي حسين ويطلع بيرسي تاو وينزل محمد شريف. مفيش حاجه تذكر بقى في الشوط الثاني باستثناء كوره قفشه اللي عدى كده لبس واد كوبري وشاطها في نص الجون ولكن ما تلاقيش اللي يتابعها، والكره الثانيه اللي عملها مجدي قفشه على راس شادي حسين عند نقطه ال18 كده او نقطه الجزاء يحطها براسه سهله في نص الجون. فبرضه الخطوره شويه كانت باينه من عند مجدي قفشه. اخر ربع ساعه النادي الاهلي اصلا يوقف ضغط خالص ويبدا يريح لعيبته ومفيش خطوره كده، وزي ما تقول كده الناس عماله تبص في الساعه عشان عايزين الماتش يخلص، ولكن محمد الشناوي فاجئنا بكره غريبه جدا سهله جدا تتقطع منه وكانت هتشكل علينا خطوره وكنا هنلبس جون، ورجعنا بقى نتعكف في الكره فاول ولا لا والراجل ده هيطرد ولا لا، واستدعيه للفار عشان نشوف محمد الشناوي عمل الكره دي ليه اصلا. المهم ان ربنا يستر والماتش يخلص كده ونكسب 2-0 عشان ناخد 3 نقط ونتربع على عرش الدوري. ويلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه هنتكلم فيها ان لسه في تجارب في الفريق. مستر كولر معانا بقاله فتره، والنهارده اول مره نشوف بيرسي تاو بيلعب راس حربه، والكلام كان على بيرسي تاو وحسين الشحات ان الراجل مش مقتنع بالاثنين دول ومش عايزهم، فكونه يبدا النهارده بيرسي تاو كراس حربه اول مره ده يدل على حاجتين، ان هو بيدي للراجل اخر فرصه يشوفه ويجربه، وكمان بيدل ان مركز راس الحربه ده لسه عامل له صداع. النقطه الثانيه في التجارب ان بعد ما كان بيستخدم حسام حسن كوينج بدا يودي شادي حسين كوينج ويجربه كده في المكان ده يمكن ينفع، وواضح كده ان حسام حسن بره الصوره تماما، وواضح كده انه ماشي في يناير. الملاحظه الثانيه برضو ان بعد ما الكلام كتر على حسين الشحات وبيرسي تاو الماتش ده الاثنين يظهروا فيه، رغم ان مستر كولر دماغه برضو راكباه، يعني مثلا محمد محمود او زياد طارق ما خدوش اي فرصه مع الراجل ده والراجل مش مقتنع بيهم واللي في دماغه بيعمله، فبرضه دي حاجه غريبه كده. الملاحظه الثانيه واتكلمنا عليها وسط الحلقه وهي القرارات البطيئه اللي بالذات كانت من احمد عبد القادر وبرونو سافيو. برونو سافيو برضه الشوط الاول كان في كوره كده الملعب واخده ناحيه اليمين، لو لعبها عرضيه الناحيه الثانيه لعلي معلول الفاضي تماما كان زمانه انفراد. والغريب ان برونو سافيو اصلا بيطلع منه الحاجات دي لان دي اهم ما يميزه، تفكيره سابق كل اللعيبه. فاتمنى منظومه الضغط ترجع تاني تأدي بشكل كويس والقرارات تبقى اسرع من كده. الملاحظه الثالثه ان ده تاني ماتش على التوالي حكم الفار يستدعي محمد الشناوي وكابتن الفريق الثاني عشان يقول له الفار باظ. طبعا الكلام ده ما بنشوفوش في اي حته غير في الدوري المصري، يعني هو بيقول لهم الفار باظ لحد ما الحكم يفتح الفار ويقفله. النقطه الرابعه وهي اللعيبه التقايل اللي في الفرقه، يعني علي معلول رجع عمل اسيست، محمد عبد المنعم رجع طلعنا كلين شيت، رغم ان محمد الشناوي ما كانش في احسن حالاته، بس برضه العواميد لما بترجع مكانها الاداء بيبقى احسن كتير. النقطه الخامسه والاخيره هو محمد الشناوي. محمد الشناوي السنه اللي فاتت كان بيمر بفترات صعبه شويه وما كانش فيه مستوى ثابت نهائي، كان بيطلع في توب فورم وينزل لعيب اول مره تشوفه في حياتك. كان بادئ الموسم ده بشكل كويس ولكن بقاله كده ماتشين الدنيا مش تمام، فاتمنى بجد رقم واحد ان محمد الشناوي يركز في الكوره لان الاجهاد ما بقاش حجه دلوقتي. والنقطه الثانيه اتمنى اشوف علي لطفي ومصطفى شوبير حتى لو ماتش كل فين وفين، الراجل حتى يحس ان في لعيبه بره قاعده ممكن تنزل مكانه. احساس ان الواحد ملوش بديل دوت اسوأ احساس في الدنيا، وغصب عنه هيوديه للمستوى اللي احنا شايفينه ويمكن اسوأ. فبلاش نتعاقد مع حارس مرمى تاني، بس مصطفى شوبير مبشر جدا، ليه ما ياخدش حتى الماتشات السهله؟ حتى لو محمد الشناوي مستواه كويس ليه مصطفى شوبير ما ياخدش ماتشات سهله؟ منه بتديله ثقه عشان لما الشناوي يقع تلاقيه موجود، ومنه برضو تقول رساله لمحمد الشناوي ان مكانك ده مش مضمون. الافضل النهارده بالنسبه لي كان عمرو السوليه واحمد عبد القادر، اما بالنسبه للاسوأ فطبعا كان محمد الشناوي. في النهايه الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بال3 نقط. مهم جدا يا جدعان ناخد الدوري ده باي طريقه وما نفرطش في اي نقط لان احنا تعبنا السنتين اللي فاتوا. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.